في مقولة بتقول find out what you like doing best and get someone to pay you for it. مساء الفل. تخيل نفسك بتشتغل شغلانة انت بتحبها وفي نفس الوقت بتلاقي حد يجي يدفع لك عليها فلوس. عشان نقدر نعمل ده، واحدة من أهم الحاجات اللي لازم نشتغل عليها هي السيلف أويرنس. بيتر دراكر ألف كتاب وسماه Managing Oneself. في الكتاب بيتكلم عن أهم الزوايا اللي لازم تبص عليها في نفسك عشان تعرف تديرها. تنمية فهم عميق لنفسك لازم يبدأ بشوية خطوات. أول حاجة تحديد نقاط القوة والضعف اللي في شخصيتك، توضيح أفضل طريقة بتحب تتعامل بيها مع الناس، ومجموعة القيم اللي أنت بتحب تشتغل بيها. وآخر حاجة تحديد نوع البيئة اللي أنت بتحب تشتغل فيها، بحيث إنك تقدر تطلع أحسن ما عندك في الشغل. هي دي أنسب طريقة تقدر من خلالها تتميز في شغلك وتحقق النجاح اللي أنت بتحلم بيه. وعشان تفهم نفسك بشكل أكبر تقدر تبدأ تعمل اختبارات شخصية زي مثلا جالوب، MBTI، انياجرام، وديسك. الاختبارات دي هتساعدك تشوف نفسك من زاوية جديدة وتتعرف على حاجات انت ما كنتش تعرفها عن نفسك. ونشوفكم الحلقة الجاية.